اول واهم سؤال يا دكاتره، يا دكتور اذاكر ازاي؟ مش عارف اذاكر ازاي، ايه التركيبه اللي اعملها، ايه الميكس او الكومبو اللي اعمله يخليني اذاكر كويس؟ ركز معايا. اول حاجه يا دكاتره حلوين، احنا بنحضر المحاضرات بتاعتنا اونلاين او في السنتر، مش هتفرق كده كده يا دكتور. هحضر الشرح والتريكات، تيبس اند تريكس كده بتاع الحل يعني، والرسومات والكلام ده كله سواء اونلاين او في السنتر، دي اول حاجه. طيب هفهم كويس جدا 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 المستر اللي بسمع له، هفهم الكلام منه كويس، ماشي؟ طيب ولو في حاجه مش فاهمها هعترض، يا مستر مش فاهم كذا كذا كذا، عادي. ما بيسمعكش ما تكملش معاه، دي اول حاجه. يبقى يا دكتور انا كده سمعت الشرح، بعد كده انا بقول لك المستر هو لازم يسمعك ويخدم عليك ويفهمك كل حاجه، بس برضه انت لازم تجتهد. الدنيا يا شباب بتمشي بقاعده بسيطه جدا، وان ليس للانسان الا ما سعى. سعيك ومشيك ومعافرتك في طريقك هو اللي هيوصلك ان شاء الله. هيقابلك صخور وهيقابلك عقبات وهيقابلك مطبات، لازم تبقى جامد وتعدي. فيا جماعه وان سعيه سوف يرى ان شاء الله باذن الله. فانا يا جماعه هجتهد وهعمل اللي عليا وهوصل باذن الله للي انا عاوزه، يقينا بالله، ثقه في الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب اول حاجه يا دكتور سمعت الشرح، نرجع بقى تاني. امسك يا دكتور ورقه وقلم كده وفهمني وقول لي اذاكر ازاي واحده واحده. اكتب معايا يا بطل روشته اوائل الجمهوريه من طلابنا، ركز معايا. اول حاجه يا دكتور انا اكتب معايا كده، هسمع الشرح كويس. تاني حاجه يا دكتور لما اروح البيت ابدا اذاكر. حلو. اهم سؤال، اذاكر ازاي؟ ما بعرفش اذاكر او بذاكر بس مش بعرف احل، اذاكر ازاي يا دكتور؟ قول لي. بص يا حبي، دلوقتي انت معاك المصدر اللي المدرس بتاعك شغال منه. يعني يا جماعه ما ينفعش نكون مثلا دكتور محمد ايمن شغال من كتاب دكتور محمد ايمن والشرح بتاعه موجود فيه، وانت تشتغل من كتاب فلان او كتاب في السوق مثلا مشهور. ما ينفعش. طالما وثقت في مدرسك ايا كان وايا كانت الماده، خلاص اشتغل من الكتاب اللي المستر بتاعك شغال منه. ليه؟ لكي لا تتعارض المعلومات بس يا اولاد. دي اول حاجه. فيا دكتور لما اروح البيت اول حاجه هعملها هبدا اقرا قراءه. اكتب معايا يا ولا قراءه. كم مره تقعد تقرا في المعلومات وتحفظ فيها لحد ما تحس انك انت شبعان من المعلومات. مش عايز اتخطاها يا دكتور الا لما اكون حافظها صم وفاهمها كويس جدا جدا جدا. دي اول حاجه. يبقى يا دكتور انا قرات لحد ما حفظت، يبقى انا كده يا دكتور سمعت الشرح اول حاجه. تاني حاجه قرات لحد ما حفظت. طيب ماذا بعد؟ اجري؟ لا، اوعى تجري، اوعى تجري يا دكتور. بعد ما اقرا المعلومات واحفظها كويس جدا جدا ابدا يا دكتور. خلي بالك انت كده الشرح اول حاجه، تاني حاجه القراءه، تالت حاجه يا دكتور حل الواجب. احل الواجب اللي بعد المحاضره. يعني مثلا يا ولاد احنا ان شاء الله الاسبوع ده هنشتغل في حاجه اسمها كراش كورس بتاع الدعامه والحركه. لما حضرتك تسمع المحاضره بتاعه الدعامه مثلا كبسوله الدعامه، هديك واجب من كتابنا، كتاب دكتور محمد ايمن وكتاب الامتحان مثلا وكتاب التفوق. خلاص. فيا دكتور بعد ما اسمع وافهم واتقن الدعامه الدرس الاول كامل ان شاء الله في كده في كبسوله يعني، هبدا يا دكتور احل الواجب.